في ليلة كروية مليئة بالإثارة والتشويق، حقق نادي برشلونة فوزاً كبيراً على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه. المباراة أقيمت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة المعروف بالجوهرة المشعة، وشهدت سيطرة واضحة للنادي الكتالوني على مجريات اللقاء، خصوصاً في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم برشلونة ب4 أهداف مقابل هدف. بدأ ريال مدريد المباراة بقوة، حيث افتتح الفرنسي كيليان إمبابي التسجيل في الدقيقة 5 بعد هجمة مرتدة سريعة. كان هذا الهدف هو الأول للنجم الفرنسي في مواجهات الكلاسيكو منذ انتقاله للنادي الملكي، والسابع له ضد برشلونة في مسيرته مع مختلف الأندية. برشلونة لم ينتظر طويلاً للرد، وبدأت انتفاضته سريعاً بعد الهدف الأول للميرينجي. أدرك لامين يامال التعادل في الدقيقة 22 بعد استغلاله كرة مرتدة أمام المرمى ليعيد التوازن إلى فريقه. بعدها ب14 دقيقة حصل برشلونة على ركلة جزاء ترجمها البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى هدف التقدم في الدقيقة 36. استمر برشلونة في فرض إيقاعه الهجومي ليسجل البرازيلي رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة منظمة. واختتم أليخاندرو بادي مهرجان أهداف الشوط الأول بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاسح لبرشلونة. شهد الشوط الثاني محاولات جادة من ريال مدريد لتقليص الفارق، حيث أجرى المدرب كارلو أنشيلوتي عدة تبديلات لتحسين أداء الفريق، لكن الأمور لم تسر وفق تطلعات الفريق الملكي، إذ أضاف رافينيا هدفه الثاني والخامس لبرشلونة في الدقيقة 48، مؤكداً سيطرة الكتالونيين. في الدقيقة 56 تعرض حارس برشلونة فويتشيك تشيزني للطرد بعد تدخله على كيليان إمبابي، ليمنح ريال مدريد فرصة لتقليص الفارق عبر ركلة حرة مباشرة نفذها رودريغو ببراعة في الدقيقة 60. رغم ذلك لم يتمكن ريال مدريد من استغلال ما تبقى من وقت المباراة للعودة، حيث أحبط دفاع برشلونة محاولاتهم، واستمر التفوق الكتالوني حتى النهاية. هذا الانتصار يعد من أبرز انتصارات برشلونة في مباريات الكلاسيكو، حيث حقق أرقاماً مميزة بتسجيله 4 أهداف في الشوط الأول للمرة الأولى منذ عام 2009، كما أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين ضد ريال مدريد. المباراة أكدت عودة برشلونة القوية تحت قيادة مدربه هانز فليك، الذي أعاد للفريق هيبته في المنافسات الكبرى، بينما بقي ريال مدريد أمام تحديات كبيرة لتحسين مستواه بعد هذا الإخفاق.